هي إيه مشكلة الكافيين مع الأطفال؟ ما هي بتخلّي العيال مصحصحين كده ومنتبهين وإحنا نفسنا إن الواد ينتبه ويركّز شوية في مذاكرته. الكافيين له تأثير منبه مباشر على الجهاز العصبي، ده بالنسبة للناس كلّها وخاصةً في الأطفال اللي هم موضوع حلقة النهارده. وكالة ناسا عملت تجربة طريفة جدًا، جابت مجموعة من العناكب وادّتهم كافيين يوميًا بكميات متفاوتة، بدأت تراقب وتسجّل إنتاجيتهم اليومية من النسيج العنكبوتي اللي هم بينتجوه يوميًا. الصورة اللي قدّامكم ديّة بتورّيكم الإنتاجية اليومية لشبكات العنكبوت اللي كانوا واخدين كميات متفاوتة من الكافيين. هتلاحظوا اللخبطة والتشوُّش والتوتر في إنتاجية العنكبوت اللي كان بياخد كمية كافيين كبيرة، وعلى حسب تفاوت الكميات على حسب اختلاف الإبداع في عمل شبكة العنكبوت. هو ده بالفعل اللي بيحصل لابني لأن جهازه العصبي في مرحلة نمو، فبيحصل له نوع من التشتت وعدم الانتباه والتوتر في حياته بسبب كمية الكافيين. الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال قالت عن الكافيين أنه لا مكان له في تغذية الأطفال والمراهقين. الجمعية الأمريكية لمكافحة السموم قالت إن أكتر من 1200 طفل سنويًا بيحصل له تسمم من الكافيين تحت ال6 سنوات. الكافيين بيرفع ضغط الدم، بيزود التوتر ومشاعر الخوف والاضطراب عند الطفل، عدم الانتباه بيعمل له مشاكل في النوم، بيعمل له مشاكل التبول اللا إرادي ليلًا، بل إنه بيسبب الجفاف وممكن يحصل تسمم. أنا مش باتكلم عن بُق الشاي اللي تيتة بتدّيه ولا بُقين القهوة اللي جده بيدّوهم وهُم بيشربوا فنجان القهوة الصبح، أنا باتكلم عن المنتجات اللي موجودة في حياتنا ومستهلكة من كثير من الأمهات بإرادة تامة من الأمهات، وهي حاجة كارثية بالنسبة للطفل. زي مشروبات الصودا، الكولا والبيبسي، زي الشوكليت، زي مشروبات الطاقة، زي القهوة سريعة التحضير وحصة القهوة الخاصة بالطفل بياخدها بيشربها يوميًا. الكافيين موجود بشكل طبيعي في الورقيات الخضراء وفي بعض الأطعمة، ولكن ديّة نسب قليلة جدًا ما بتأثّرش على الطفل وما فيهاش أي مشكلة. الطفل بعد سن البلوغ اللي هو بعد حوالي 12 سنة يقدر ياخد 150 جرام كافيين، اللي هو يا ابني لو أنت بتذاكر ومصمم إن أنت عايز تشرب مثلًا كوباية شاي، أوكي خُد كوباية شاي خفيفة، ما تكونش بالليل، ما تكونش بعد المغرب، لأ، قبل المغرب، تكون صباحًا، ممكن تكون العصر وهكذا، لكن مش أكتر من كده. ياخد قطعة شوكليت مثلًا صغيرة، لكن مش أكتر من كده. خلاصة الكلام، المشكلة في الكافيين مش بُق الشاي اللي تيتة بتدّيه ولا اللي جده بيدّيه، ولكن المشكلة في استهلاكي أنا اللي أنا بادّيه لطفلي وأنا مش واخدة بالي. ركّز أوي في المنتجات اللي أنت بتدّيها لطفلك، استغنى عنها، مش محتاجينها، ما تخصناش في تغذية الأطفال. ابنك دوّة هو مشروع المستقبل، ركّز عليه أوي وخلّي بالك من التغذية بتاعته، ونقول سلام.